أن مسؤولية تأمين الانتخابات تقع على عاتق القوات المسلحة والشرطة. في السياق نفسه أعلن العديد من شباب اللجان الشعبية أنهم سيشاركون في حماية العملية الانتخابية عن طريق المرور على اللجان بشكل مستمر. من جهة أخرى، انطلقت أمس عدد من المسيرات من بعض مساجد بورسعيد للتنديد بالمجلس العسكري وسياساته والتأكيد على رفض حكومة الجنزوري وإعلان التضامن مع متظاهري التحرير. من بورسعيد ينضم إليه الصحفي أحمد الجمال. أحمد، يعني الاستعدادات في الأمنية في بورسعيد وكيفية الصيغة التي ستشارك بها اللجان الشعبية. نعم، في بورسعيد تتنافس في معركة انتخابات مجلس الشعب 13 قائمة حزبية لأحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والمصريين الأحرار والإصلاح والتنمية والمحافظين والتحالف الشعبي الاشتراكي والمجلس القومي والوسط والثورة المصرية والسلام الاجتماعي والسلام الصحي بعدد 47 مرشح، بالإضافة إلى 112 مرشح على المقعدين الفرديين. وأيضا وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أنه تم التنسيق وتجديد 95 مركز انتخابي يضم 236 قاضي ببورسعيد ليدلي بأصواتهم 430,103 ناخب بورسعيدي يدلون بأصواتهم في 95 مركز الذي يضم 462 لجنة فرعية. وأكد أيضا محافظ بورسعيد أن القوات المسلحة والشرطة يريان حماية العملية الانتخابية بدقة خارج اللجان، على أن يكون باللجنة فقط أمين لجنة ورئيسها و8 من المندوبين للمرشحين. طيب أحمد، يعني هذه المسيرات التي خرجت من بعض المساجد أمس للتنديد بحكومة الجنزوري والتضامن مع التحرير على حد قولهم، هل يمكن أن يمتد أثرها لتحدث بعض المخاطر على تأمين العملية الانتخابية؟ المجموعات التي تخرج في مسيرات من الشباب يتجمعون بداية عند مسجد الرحمة حيث ثم يتجمعون أمام ثم ينتقلون إلى من شارع قناة ثاني إلى البوابة الرئيسية لمديرية الأمن ولا يتحركون من هنا. وقد تعرض لهم بالأمس في وسط البلد أثناء مسيرتهم مجموعة من تجار منطقة التجاري وأجبروهم على الذهاب مرة أخرى إلى مكان مديرية أمن بورسعيد ولم يتحركوا منه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من محافظة بورسعيد.